عمرك حسيت ان انت عندك حماس وطاقة واصلة للسما ناحية حاجة معينة انت حابب تعملها، ومستعد ان انت تبذل كل طاقتك علشان تقدر توصل لها، وبعد فترة حسيت ان انت خلاص ما بقتش عايز الحاجة دي وما بقاش عندك استعداد ولا رغبة ان انت تبذل فيها ولا حتى 1% من طاقتك؟ طيب ايه اللي حصل خلاك اتحولت التحول الرهيب ده؟ اللي حصل لك ده حاجة اسمها فقدان الشغف. طب يعني ايه الشغف؟ الشغف ده هو الطاقة اللي بتحركنا وبتخلينا عندنا حماس ان احنا نكمل ونوصل لحاجة معينة احنا عايزينها. وده بنحسه في بداية الحاجة، لما اكون انا لسه بادئ شغل، بادئ دراسة، او حتى بادئ علاقة جديدة، لان الشغف موجود كمان في العلاقات. ومرة واحدة الاحساس ده لما بيختفي ببقى انا كده حصل لي حاجة من فقدان الشغف. طب ايه اسبابها وازاي اقدر ارجع شغفي للحاجة تاني؟ اول حاجة في اسباب فقدان الشغف هي استعجال النتيجة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ببقى داخل الحاجة او الموضوع ده بكل طاقتي، ولما بلاقي ان النتائج اتأخرت شوية بيحصل لي حالة انطفاء للشغف. تاني حاجة الروتين والملل، بكرر نفس الحاجة بنفس الطريقة، فده بيمتص طاقتي وبيحسسني ان انا مش بتحرك ومش بخطي لقدام، وبالتالي بحصل فقدان للشغف. تالت حاجة المقارنة بالآخرين، بفضل أقارن الحاجات اللي أنا بوصل لها بغيري، ولما بلاقي ان هم اعلى مني بحس ان انا مش بنتج وبحس بالاحباط، وبالتالي بينطفي عندي الشغف وبحس ان انا مش قادر ان انا اكمل. تالت حاجة اختفاء الحافز. يعني اول ما بدأت الحاجة دي كان عندي حافز بيحفزني ان انا اكمل فيها، بس لما الحافز ما بقاش موجود الطاقة كمان ما بقتش موجودة وما بقتش قادر ان انا اكمل. رابع حاجة وهي تحمس البدايات. دايما البدايات بتبقى فيها حماس وطاقة زيادة، فلما بيعدي شوية وقت على الحاجة وبتعتبر طبيعية فالحماس ده طبيعي بيقل، او انا بتعود عليه فبحس ان انا خلاص فقدت طاقتي وفقدت شغفي. خامس حاجة وهي التعب والإرهاق. ساعات الحماس الزيادة بيخليني أضغط على نفسي بزيادة في الشغل، وبالتالي بتعب نفسي بزيادة، باجي ان انا اشتغل بحس ان انا مش قادر وما عنديش طاقة. طيب باختصار الحل علشان ارجع شغفي تاني ان انا افصل. خلاص انا كنت متحمس وبدأت ان انا اشتغل، لا، اخد راحة، افصل من كل ده، ابعد عن التفكير في الحاجات اللي هي ضغطاني، وبعد كده افتكر الحافز اللي انا بدأت علشانه المشوار عشان يخليني اقدر ان انا اكمل واستمر. مقارنش نفسي بحد ابدا، كل واحد فينا ليه طاقته الانتاجية المناسبة ليه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهاله مناسبة لاحتياجاته. وكمان اعرف ان النتائج مش بتيجي مرة واحدة، بتيجي بالصبر وبتيجي واحدة واحدة. دايما غير من الطريقة اللي بتعمل بيها الحاجة علشان ما تحسش بالملل وتحس ان انت خلاص ما بقتش عايز تعمل الحاجة دي. ما تسمحوش لحاجة ان هي تطفي الشغف جواكوا، واعرفوا ان ده حاجة طبيعية جدا بتحصل مع كل الناس، بس الفكرة ان هي بتاخد وقت وبعد كده بتروح لحالها. فما تخلوش الوقت القليل ده ينسيكوا هدفكوا وينسيكوا انتوا بدأتوا ليه ورايحين فين.